اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسع المهندس جهله. النهارده انا بتكلم معاكم على موضوع يعني قل ما المهندس بيفكر فيه، حته الدومين. الكلمه دي دايما بنسمعها، كلمه دومين، كلمه فريكوانسي دومين، تايم دومين. ايه الفرق؟ ايه القصه بتاع الدومينز دي؟ في الحقيقه احنا كلنا عايشين في الزمن، والزمن هو الشيء اللي احنا بنحس بيه. يعني دايما اي حاجه بتحدث في الريل تايم انت بتحس بيها، فدي احنا بنسميها التايم دومين. كلامنا ده في التايم دومين، وانت بتسمعنا دلوقتي في التايم دومين. اي اهتزازه انت بتحصل عليها من اي ماكينه، فايبريشن، وات ايفر، احنا بنسميها في التايم دومين. التايم دومين مبهم، دايما صعب، دايما عشان تعرف ايه اللي بيحصل انت بيكون ساعات لما بتشوف الجرافس او بتشوف اي حاجه في التايم دومين بتحس بمشكله، بتحس بصعوبتها. في بدا علماء يفكروا ان هو يخرج من التايم دومين يروح لدومين تاني، الدومين ده يشوف فيه الامور اوضح، يشوف فيه الامور باسلوب اسهل وابسط، ويعرف يشخص ويعرف يعمل كنترول، ويرجع تاني للتايم دومين. من ضمن العلماء دول راجل اسمه فورير، عمل حاجه اسمها الفورير ترانسفير او الفاست فورير ترانسفير، الاف اف تي، وقدر ان هو يخرج من التايم دومين يروح لحاجه اسمها الفريكوانسي دومين. فبدا يشوف الامور اوضح، يشوف حاجه هو ما كانش شايفها. وده اللي الطبيعي في الزمن، اللي انا في حاجات انا ما اعرفش بتحصل لي ليه، بس ممكن انت في دومين تاني بقى وات ايفر فين تعرف الكلام ده، او تعرف ايه السبب الكلام ده حصل ليه. فالفريكوانسي دومين بيورينا اكتر، بيورينا احسن. فالناس اللي شغاله في المجال في الكهرباء او شغاله في الميكانيكال انجينيرنج او الفايبريشن بيقولوا على الفريكوانسي دومين او الصوره اللي بتطلع لهم بيسموها السبيكترم، وهي بتكون صوره واضحه بتقول له بيعرف يشخص منها وبيعرف يفهم ايه اللي بيحصل. في علماء تانيين خرجوا من التايم دومين راحوا لدومين تاني من اختراعهم، ودول يعتبروا يعني اكثر ذكاء او كان عندهم رؤيه اكبر، زي مثلا لابلاس ده خرج من التايم دومين راح لحاجه اسمها الاس دومين، هو اللي اخترعها. عمل حاجه اسمها الاس دومين وبيحولها الى معادلات بسيطه، لينير ايكويشن، الجبريك ايكويشن، بيحلها وبعد كده بيرجع للدومين التاني. فخد بالك لما اكون بتكلم في التي ده التايم، انا ممكن اروح للاف اللي هو الفريكوانسي دومين، او ممكن اروح للاس اللي هو لابلاس دومين. خد بالك بدون الفريكوانسي دومين وبدون اللابلاس دومين في مسائل كتير وفي قصص كتير ما كانتش موجوده. يعني بدون الاس دومين ما كانش فيه تكييف، ما كانش فيه اوبن لوب وكلوزد لوب وكنترول. بدون فورير ترانسفير ما كناش هنفهم الاهتزازات ونشخص الاعطال وكل القصه اللي مرتبطه بتشخيص الاعطال والدياجنوستكس والكلام ده. فاحنا هنا بنفهم ان احنا عندنا دومينز في الهندسه، لا تشتغل تايم، لا تشتغل فريكوانسي، لا تشتغل لابلاس. انا بروح لدول ليه؟ عشان افهم، عشان اعرف احل، عشان اعرف افسر، وممكن ارجع بعد ما افسر ارجع تاني للتايم دومين. لو في الحلقه دي عرفت ايه الفرق بين كلمه تايم دومين وفريكوانسي دومين واس دومين اعمل لنا لايك وشير، ولو انت عندك سؤال اكتبه في الكومنتس، ولو انت عندك فكره لحلقه جديده اكتبها لنا والحلقات الجايه ممكن نضيفها. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.